الفوز الأول لنادي الزمالك تحت قيادة كابتن أسامة نبيه، وأيضا الخسارة الأولى لنادي فيوتشر هذا الموسم. في يعني يمكن في بنتكلم على ان النادي بقاله سنتين تقريبا، وان بعامل النتائج الجميله دي والشكل الرائع ده ومشاركته كمان في بطوله افريقيا. اعتقد ان يعني نادي فيوتشر عامل تيم رائع من خلال وجوده في الدوري الممتاز ووجوده ايضا في الكونفدراليه الافريقيه، وبالتالي الزمالك بيلحق الهزيمه الاولى لفيوتشر. ومن خلال النتائج والفوز والهزائم في الدوري الممتاز حتى الان كل الفرق تعرضت للهزيمه الا النادي الاهلي، وهو المتصدر في بطوله الدوري في الوقت الحالي بلا هزيمه. في الوقت الحالي طبعا النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في المغرب بيستعد لاولى مبارياته اللي هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله امام اوكلاند سيتي، وبالتالي ده الامور الخاصه بالدوري الممتاز. وبالتالي نادي الزمالك بانتصاره هذا يعتبر الانتصار الاول زي ما قلت لحضراتكم في بدايه السنه 2023. يعني نادي الزمالك انهى الموسم او انهى السنه اللي فاتت وابتدى موسم او سنه جديده، ولكن لم يحصل على اي فوز في الشهر اللي فات او الشهر اللي احنا بنتكلم فيه بدايه هذه السنه. وبالتالي النهارده كان فوز مهم بيعود لنادي الزمالك الى الطريق والعوده الى المنافسه مره اخرى الى الدوري الممتاز والحفاظ على لقب الدوري بالنسبه له. نادي الزمالك ما زال هو حامل اللقب للموسم السابق. يعني النهارده كابتن اسامه نبيه كان يهمه جدا ايا كان بقى الاداء الفني انه يخرج بنتيجه ايجابيه بفوز مهم وفوز كبير على فيوتشر 2-1. الملحوظه بالنسبه لمباراه اليوم، الفريقين فريقين كبار بالنجوم اللي بيضمهم الفرقتين. مشكله دائما هي والغريبه بالنسبه لي انا ان كم الاخطاء الدفاعيه عند الفرقتين، ومش بتكلم على الاهلي والزمالك بس، انا بتكلم على كل الفرق في الدوري المصري. حقيقه في مشكله في قلبي الدفاع وخط الدفاع بالنسبه للفرق كلها، ودايما بنلاقي لا الا اللاعب واقف غلط او تقديره للكره غلط او يعني كل الامور في بعضها في التمركز وحاجات كتير جدا في خط دفاع الفرق المصريه دايما غلط. النهارده شفنا الهدف الاول بالنسبه لنادي الزمالك ان لعيبه فيوتشر ممكن هي اللي سددت الكوره في البدايه في مرماهم، ولولا طبعا تالق محمود حمدي وطلعها جت لسيف الدين الجزيري احرز منها الهدف الاول. ايضا هدف التعادل اللي احرزه مروان محسن محمد عبد الغني خطا غريب جدا، وانا بشوفه يعني محمد عبد الغني لعيب كويس وكان بيقدم اداء رائع جدا مع نادي الزمالك، لكن في الفتره اللي فاتت يعني اخطاء غريبه بيقع فيها محمد عبد الغني. انتهز الفرصه مروان محسن واحرز منها هدف التعادل. برضو الهدف الثاني وهدف الفوز اللي احرزه ايضا سيف الدين الجزيري برضو خطا من دفاع نادي فيوتشر. انا بتكلم بشكل عام لان مش بتكلم على الماتش ده بس، الاخطاء موجوده لدفاعات الفرق المصريه. انا ده شغل تدريبي طبعا، ومنه شغل كمان اللعيبه ونوعياتهم وازاي بيقفوا وازاي عندهم امور ممكن تكون موهبه في الاصل. محتاجين ان اللعيبه تشتغل على نفسها كتير.